السلام عليكم خويا زكريا. عدنا والعود أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد معنا في هذا البث المباشر. تسناو الهواري بولاي. مرحبا مرحبا. نرجعنا اللايف ديالنا نكملو داكشي اللي بديناه. تسناو التحقوا بين الإخوان ونبدأ على بركة الله. وفي انتظار ذلك سوف أغني لكم أغنية لنادية نادرة. مرحبا نادرة. كبسوا الإخوان باش يطلع اللايف. الله يجازيكم بخير. نتسناو الضيوف يلتحقوا بنا. احنا درنا معاهم كنتسناوهم باش يجيو. باقي ملقاوش فين يستاسيونيو واقيلا. يمكن ملقاوش كيقلبوا على البلاص فين يستاسيونيو الطوموبيلات ديالهم. مجاهد مرحبا خويا مجاهد، مرحبا بك. نتسناو سيدي، نتسناو نشوف شكون اللي عندنا. طلب كيس حتى واحد باقي ما طلب كيس. عمر بنتو تماس الدواء. يلا تامر الشمري مرحبا بك. محمد المغربي تهو مرحبا. زهير فوكس مرحبا بك. كبسوا معنا الإخوان. تسناو اللايف يطلع شوية ونتسناو الإخوان اللي التحقوا بنا. خويا زهير مرحبا بك. مشيتي معاونك. يلا قالك يا سيدي عبد الهادي بالخياط. صدقت كلامهم حيت قالوا الفراق تيعلم النسيان، لكن قلبي مجرالو وراني شحال انا غلطان. القاضي مرحبا بك. سيف مرحبا. عبد الصديق. يلا الإخوان مرحبا بكم. مرحبا. هذا حوار مغربي. نتمناو ما يدخلوا عندنا الدخلاء يبرزطونا عاوتاني يبداو كاينه وحنا القوة الضاربة هادي من هنا تعطى من لهيه. هكذا كيمرضوا يعني انا شي شويه، ولكن واش نديرو اليوم؟ راه جيراننا ما عندنا ما نديرو اليوم، ما عليناش. محمد عزيز فنان. المسافر مرحبا. بلال منصور. فاطمة متفائلة مرحبا. كلنا متفائلين ان شاء الله. كبسوا الاخوان ضغطوا على ديك الشاشة، هرسوا مواقعتهما. اللي بغى يطلع كيس نتحاوروا. مرحبا بكم. مرحبا. حنا كنتسناو ننتظروا الإخوان الأعزاء. عدنا والعود أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حوار مغربي. بدر مرحبا بك أخي. أهلا وسهلا. يا ألف مرحبا بكم في بث المباشر. نتمنوا التحقوا بين الإخوان ديالنا. لمكي بن كرار مرحبا بك. القايد صالح مرحبا. أهلا وسهلا. اللي بغا يطلع معنا كيس يطلب كيس نطلعوه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
كبسوا لنا الإخوان الضغط على الشاشة، طلعوا شوية النيفو، طلعوا شوية لايف. كبسوا لنا الإخوان. شكرا 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 لمكي بن سي مكي، شكرا بارك الله فيك. في انتظار التحق بين الإخوان والأخوات. شكرا. أخت عواطف مرحبا بك، مرحبا بك. نرباقين يلا كنوجدو نشوفو هاد الضيوف شكون اللي يطلعوه. زيد 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 زيد. ميكروفون. الإخوان مرحبا. سون اوف الجيريا، مرحبا بك اخويا، مرحبا. شكرا اختي عواطف، شكرا شكرا على الاعجاب ديالك. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. اش الضيوف باقي ما استصيروا، باقي ما جوش، نتوما فينكم؟ صح، طلعوا عليا وتمشيو، مالكم خايفين أن ناكلوكم؟ نبقاو نتسناو تطلعوا على خاطركم، تعال تجيو. يلا على خاطركم. زيد زيد، دعوينا فيها جوج، نتسناو شوية ونبداو على بركة الله. شكون هذا اللي طالع؟ أنا. السلام عليكم. شكون اللي داوي؟ مرحبا مرحبا اختي، اهلا وسهلا. ميسون مرحبا بك خويا. زيد 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 زيد. قبيله كان الله يبغي يطلع، دابا شتو كلكم قلبتوا وجهكم، حنا غنتسناكم تجيو على خاطركم.
أمل حبيبي ملولي. حنا كنتسناو يهديكم الله إن غفرتو. شوفوا شي موضوع اللي نتكلموا عليه، واخا كاع المواضيع كيتقاضاو كتكون عندك 100,000 فكرة في دماغك، غير تحل لايف وكلشي كيمشي بحال الا ما نعرف كيهربوا. حمزة إبراهيم خويا مرحبا. يا لطيف يا لطيف. سبحان الله العظيم، كيتحل هاد اللايف هذا كتشد التليفون كتحلو كاع الافكار كتمشي. انا ما عرفتش فين كيمشيو ديال الافكار، كيهربوا ليا الصراحه، فين كيمشيو ما نعرف، واش كنطيحهم في الطريق. شكرا اختي عواطف على هذيك الوريضه، الله يرضي عليك. وريضه هو بعيده، ما نخرجوش من هاد اللايف، ما دخل عندنا حد، ما تسوق لينا تا واحد. عباد الله كيتعشاو وانا يا حال اللايف، واش كيتصاطي ولا شي. الياس خالده مرحبا بك. روبيو مرحبا خويا، مرحبا مرحبا. غادي اللي بغا يدوي معنا وبغا يتحاور معنا مرحبا به، طلب كيس نطلعوه نتحاوروا ونهضروا. اللي باغي هايط يبقى يطلع لينا بلاش حاضينا. زين الدين مرحبا. لوكي لوشيانو هادي لوكي لوشيانو، هذا المافيا هادي. ناصر العور، ريتا البوسي مرحبا بك اختي، مرحبا بكم جميعا. فيصل مرحبا. سمير نجدي. مول العود مرحبا بمول العود. واش مول العود ولا مول العود؟ كتب لينا واش انت مول العود ولا مول العود باش نعرفو كيفاش غادي نقولو سميتك. الياس مرحبا. مول العود شكرا على الاعجاب. كبسلنا الاخوان يطلع اللايف، الله يرضي عليكم كبسوا لينا يطلع اللايف. اللي بغى يتحاور معنا مرحبا به. شكرا خويا مول العود. صيفط لينا شفنجه، هادوك كنقول لهم الشفنجه، دوك الدونوت كنقول لهم الشفنجات هادوك. شكرا اللي تفاعل معنا شكرا ليه. اللي بغى يطلع يتحاور معنا مرحبا به، يطلب لينا جلسة نطلعوه نشوفوا شي حوار شي. سمير مرحبا. تاش من أقلام ملونة تتقلى صاحبي. اش من أقلام ملونة؟ شنو زعما باغي تقول لي احنا راه 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 خريطة المغرب هذيك الله يهدي، وانتوما تابعين عليك الجزائري. الله يهديكم اصاحبي، الله يهديكم. دابا هذيك الخريطة كتضركم في خاطركم، كدير لكم شي حاجة ما عارفين بالكم. كتبان لكم الخريطة المغرب كتلفوا كتجهلوا. أقلام ملونة حط لي أمير عبد القادر تما. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا ودي وسمير تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهديك الله، الرجوع لله. جبريل مرحبا بك.
بن عودة ومرحبا. سمير طلب قس وطلع إلا عندك شي ما تقول طلع قولو، طلعوك نشدو معاك الستون شوية نشوفوك تا شنو تحت راسك، نشوفو ديك الكابيصة عندك شنو فيها، واش عامرة بشي حاجة مزيانة ولا غير. عثمان النجاري مرحبا خويا عثمان. يلا زيد واحد الضيوف عندي ما شفتهم باقي ما جاوش كما سالاوش. تيريرين تيريرين تيريرين. يلا الشام المغربي، الشام المغربي كتعجبني انا، كنسمع شي المغربي راه كتصافي كنولي كنفرح. سبحان الله العظيم كتسمع المغربي شي حاجة عندها واحد الوزن سبحان الله العظيم. انت كإمبراطورية ترى سبحان الله العظيم. المغاربة كيختاروا شي سميات واعرين والله العظيم الا واعرين خطر يعجبوني انا. المغاربة كيجيب ديك السمية لاصقة ما كاينش والله العظيم. كيجيبوا المغاربة شي سميات ما كاينش كتسمعها كتشدك الرعدة سبحان الله العظيم. نادر طوطو مرحبا. حتى واحد ما باغي يطلع كيست، واحد ما باغي يدوي، كلكم ساكتين. يلا انا نصيفط لكم كاع الدعاوي اللي بغا يطلع. يلا نشوفوا لا حول ولا قوة الا بالله. ونسولوك انت، انا جات المحجوب كاع ما كنعرفها كاع، كنعرفها انا المملكة المغربية. كان الدق تم الدق والسكات. علاش بغيتيني ندوي؟ طلع انت ودوي. شتا كتكتب لي انا نبقى نهضر معاك؟ طلع وهضر. الا عندك في جعبتك شي حاجة طلع قولها. واصلا انا راه كاتب تما حوار مغربي، واش داك انت قاعد تهضر؟ شداك تدخل عندي انا كاع بعدا؟ انا مغربي، انت ماشي مغربي ما تجيش تدخل عندي. كنعرفك اش بيني وبينك؟ اش غتجي تعكر ليا الجو وتطلع ليا الدم؟ اودي كون انت مغربي صافي، خلينا لك انت مغربي تقد عليها. اجي كون مغربي. وانت شحال عزيز عليكم اصاحبي. سبحان الله العظيم. ما عرفتش تقلبوا على شي حوايج. سير خلينا عليك الله يرحم باك. يلا بدينا ما تجيش تطلع لينا الدم. لا ماشي ما جيناش نبداو نتعايروا بحال العيالات. نتوما راه عزيز عليكم المعيار، راه بحال العيالات في الحمام. وبزاف عليك هذيك الخريطة، راه ما تقدرش عليها هذيك الخريطة. خريطة واعرة عليك. خريطة راه مفقسة ليا البلاد على قدا. لا شوف شوية هاد تصويرة كتنوض فيكم الرعب. غنشوفو كنتاش باغي زيد اش بغيتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زيد تاتا شكون هذا اللي كي طالع؟ داير اخويا لاباس؟ الله يحفظك بارك الله فيك، الله يجازيك بخير، الله يسترك. الله يسترك. شكرا. مرحبا. امين صبارك مليح؟ الحمد لله. بغيت نسقسيك على اش باغي تسقسيني؟ في غير جبيلات ولا غير محمد سادس؟ ما كنسمعكش، ما عندكش كونيكسيون قاده.
وسقسي مالك سكتي؟ كيفاش؟ قلتي بغيت تسقسيني ما سمعتكش شنو قلتي. عبد الكريم الريفي. نعم خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. هو مرحبا. البطل. كي دايرين؟ بارك الله فيك، الله الله يجازيك بخير. يسلمك. الحمد لله. انتم دايره بخير الدعوه سهره شويه. والحمد نحمده لله. ونشكره. نحمده ونشكره. انا نشوف نعم. انا نشوف ودي اخي. انا ايه انت من المنطقه ولا منين؟ انا مغربي من المغرب. لا وجي لا لا ماشي من وجدة. انت وجدي؟ طلعت معك واحد النهار لا؟ والله ما عرفت كيطلعوا معايا الناس بزاف ولا ما كنعقلش. انت ماشي من وجده لا؟ لا ماشي من وجدة، لا. انا من الداخل، من ايه كازابلانكا. ايوا بحال ما في مشكل. المهم مغربي معليش. انت وجدي؟ واه لا من الناظور. انا من الناظور. من انا الناظور. عايش في مرحبا وجده. مرحبا بالناس ديال الناظور. عايش في وجده. زايد في وجده بزاف. جيت صغير انا. بغيت مرحبا. نهضر على هذا المشكل هذا السيكتور اللي جابوه هنا السعوديه. ايه درك حنايا هذا السيكتور قدر السيكتور كاين واحد المهرجان في السعوديه راك عارف عندك في عرفت راسك هذا انت. السيكتور، عرفته انا في راسي. شفت هذوك الفيديوهات ديال سميتو. ولا درك يا اخي السيد من عندنا من العروي. غير السيمانه اللي فات مسكين قتلوه تما في البحر في السعوديه كما ذاك الخويا هذا. ودروك جابوا هذا السيد هذا يضحكهم، والسيد يمو راها تبكي. واش هذا المغاربه يا اخي ما عندهمش النيف؟ واش ما عندهمش كرامه؟ واش هذا الشيء هذا يا صاحبي؟ واش انا بعدا كنخشم براسي ودي يا اخي، والله الا خشمت براسي. انا عييت نشوف هاد الناس واش ما عندهمش كرامه، ما عندهمش الغيره على هاد البلاد. والله ورا كل شيء بحال هكاك. ما عرفتش انا هذوك المسؤولين، هذوك الناس اللي مكلفين بهذوك المهرجانات كيفاش كيفكروا وكيفاش كيخموا، كيخليو هاد الناس المه... ولاد البلاد ويخليو سميتو عاش واش تدار عاش سيدنا. ملي دخل البلد عاش سيدنا. كانوا داروا في الاول يعني كيدخلوش تسمى يقطعوا ما يدخلوش المهرجان. هو جا وتحرى، ولكن شكون المسؤولين؟ كان هذيك السعوديه كانت تبع الوجده، اليوم تبع البركان. هاد المسؤولين ديال البركان هما اللي جابوه لتما. وهما في تيك توك عباد الله كيقول لهم ما تدخلوش، خليو الكراسي خاويين. هو البارحه واش دار؟ دخلنا مع سيدي الناس دخلوا مر المهرجان. قال لهم هاني ها تشوفوا ها وراه جاي لطنجه نهار 11 راه جاي لطنجه. واش هاد المغاربه ما رانيش فاهم. دوك واش كيقولوا الجزائريين في تيك توك؟ ايوا الرخاص، ايوا الرخاص اش درتوا الرخاص ما عندكم. انا بعدا كنحشم براسي نقول انا مغربي، والله الا حشمت بالله. غلط الله عليهم هاد الناس اللي جابوهم، غلط وشوف الله عليهم الصح. شوف حتى الاخرين اللي مشاو يتفرجوا حتى هما راه ما داروا فيهم يصلح. ما نورمالمون ما يمشيوش يخليو داكشي. ولا ملي يخليوه يطلع ويزيدوا كاملين يخليوه بوحدو في المنصه ويزيدوا بحالهم، يخليوه فلاصين بوحدو. حتى هاد الناس اللي المغاربه كيبغيو الله يهديهم وصافي. خلاص. المغاربه ما لا هادو اللي كيتفقوا. هنايا يدخلوا في السعوديه غير شوف هاد الناس اللي دخلوا غير باهم جزائري ولا امهم يتسمى هادو تا من الجزائر، غير يسكنوا غير في هاد الجهه. انا كنقول للمسؤولين ديال البركان هذا اللي بغيتو ابقى السيكتور روح ديه للدار ونعس مع مرتك، ديه لمرتك وعطيه الناموسيه وخرج المدلول الشماته الى عزيز عليك. يديه لدارو يعطيه الناموسيه والمراه باش يقود هو لعنة الله عليه. بهدلونا ودخل انا بعدا والله ما رضيت، والله ما رضيتش. انا والله هذا الشيء انا بقوت ما عجبنيش داك المنظر وداك الشيء. والله العظيم ما قدرتش كاع نتفرج في داك الشيء، ولا ما بقيتش قدرت باغي نسمع كاع ديك الهضره حيت كيبقى فيك الحال. هنا صاحبي المشكل قد يردوا عليك في تيك توك. اسمع واش غادي يقولوا عليك لكبوني، غادي يقول لكم ايوا الرخاص. شوف
شوف كي غادي يجاوبونا، باش غادي يجاوبونا يسبونا الملك، يسبونا النساء، وكتجيبو يضحكني. كي داير هذا اللي غادي يضحكني؟ والسيد ميت مسكين باقي ما جابوش عاد، مات قتلوه في البحر. هذاك قتلوه ثلاثه، وهذا الاختار قتلوا واحد، وهذا الزوج. وحنا ديالنا تسمى رخاص، المغاربه رخاص ما عندهم حتى شي قيمه، وهما يجيبوا كي داير الضحكه اللي غادي يضحكني هذا؟ كي داير الضحكه؟ يضحك عليكم، كيضحك عليك. بلا السي عبد الكريم الله يعطيك الستر. شوف هاد حكيم اخويا حكيم، واخا كيفاش من قبيله طلعتنا ومن بعد هبطنا قتلوا ما حبيتش تهضر معانا ولا كيفاه؟ امتى قبيله؟ تاع قبيله وي ورا. شوف انت شنو درتي قبيله؟ ما واش درت لكم قبيله؟ كنت نهضر نورمال، ما طيحت لك ما والو. يلا وسيد دابا هضر دوي، قول اش بغيتي السي حكيم، حنا نسمعوك اسيدي. شحال هبط لي من قبيله علاه؟ هو قلت نخلي غير المغاربه، ما نطلعش الجزائريين، نخلي المغاربه 100%. وحنا زعما دابا واش من العقليه هذه؟ لا اسمح لي، دابا حنا كنا قبيله كنا كنهضروا على واحد الشأن داخلي ديال المغرب، انت طلعتي معنا يعني ماشي فهمتي. حنا كنهضروا بيناتنا حنا لا لا، المغاربه. ما كنتوش تهضروا على الشأن المغربي وحده. وعلاش كنا كنهضروا اخويا؟ انا راني نسيت، انا راه مع دابا النهار كامل وانا في سميتو، راه نسيت كاع قبيله شنو كنا، علاش كنا كنهضروا. وطيحوا وتسبوا فينا وعلى ودي درنا الله ما لكم؟ كنسبوكمش اصاحبي، واش حنا دابا شتينا سبيناك دابا؟ ها انت دابا طلعتي معنا سبيناك؟ سبك شي واحد، عايرك شي واحد؟ انا اسمع نقول لك، انا كجزائري، انا كي نروح للماروك نقدر نرفد العلم تاعي تاع الجزائر ونفتخر به ونقول لك بلي انا جزائري. انت ما تقدرش ديرها هنا في البلاد. وما كاينش اللي يهضر معاك، سمعتيني؟ شتي غتجي للمغرب وغتهز العلم اسمع انا كجزائري، انا قادر نروح لثما لعندك الماروك ونهز علامي ونقول لك انا جزائري. انت ما تقدرش ديرها هنا عندنا في الجزائر. حيت حنا عرفتي علاش؟ حيت حنا عندنا اخلاق، فهمتي؟ اللي كيجي عندنا ضيف، حيت عرفتي علاش؟ حيت حنا عندنا اخلاق. حنا لا 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 لا، اسمع وخليني لي برك نكمل لك. اسمح لي نهضر برك. لا انت اللي غتسمح لي. حنا عندنا رجله وعندنا النيف، وانت لا ما عندكمش. هذاك هو البروبليم تاعكم. عندكم النيف، نتوما هماج، ما كتحترموش الضيوف ديالكم. حنا كنحترموا لا الناس. لا لا، حنا ماناش هماج، حنا عندنا النيف وحنا رجله. وين حنا شو رجله؟ والله بصح انتوما انت في بلادك وتخاف. وانت انا ما كنخافش. انا قادر نجي لثما اللي عندك في الماروك ونعيط. غادي ترول الناس يلعب بحالاتك. انا تيساع انا مرضى هذا ثاني عاوتاني صباحات لله. كتدوي بغي عزيز عليهم ما يتشاد. ها الهضره، ها بابا يتشاد معاك على والو. نعم مع الاخ اسمع، هنا ما ديش داك الهضره اللي قال لك هو لا غير اسمح لي، داك الهضره اللي قال لك راه بصح وما رجال علينا. انت ما خصكش تجاوبوا هكا. كان شوف اسمع عندي ما تجاوبوش. حنا عندنا الاخلاق. هذو كيقولوا لك انت شماته، كيقولوا لك انا العلم ديالي نجي نهزو في بلادك، وانت قلت له عندنا اخلاق. كله شكاك. واش هما رجال؟ انت هما راجل عليك؟ واش هو راجل عليك انت؟ لا انت ما تجاوبوش لك ما فرحتوش اصاحبي. يكونوا رجال. دور في امه، عطي له دور في راسها ديال امه. علاش هو يجيب الاعلام يهزو في المغرب؟ ما كاينش اللي يهضر معاه. قال لك انتم ما تقدوش تجاوبوا، حنا رجال عليكم. انت هذاك الجواب ما تجاوبش. احنا الناس مزيانين، احنا الناس اللي عندنا الاخلاق. هذو عندهم شي اخلاق هذو؟ يحسبونا بحال النساء صح. دور في امه، عطي القفا ديال امه. علاش يخلب؟ وي السلام عليكم. ولا فوتوا لي. السلام ورحمه الله. كي داير اخويا؟ بخير مزيان لاباس الحمد لله. العز سي عبد الكريم الريفي، العز ليك. حنا دمنا سخونه سي عبد الكريم الريفي، حنا الروافع هكاك دايرين. مرضون هاد الغرابه. حنا ما نهزوش شكار الانسان. انا ولد الزنقه ولد العاهره يجي عندنا يهز الرايه في المغرب ديالنا. اش هو كاع دين نطلعوا لكم تعطيوه. طلعوا. لا ماشي هذاك راجل. هذا انا تبين راسك. انت اللي خصك تبين راسك. غير اسكتوا، انا نهضر معاه انت لا شوف شوف حكيم السلام عليكم. قول له سيدي لا شوف
انا اسمع روح نيك السوه تاع امك القحبه اللي زادتك انت اسير نقش الله انت يمك ما على بالك قحبة شكون، انت امك يمك ما على والزنقه بالك شكون، والظاهره. اسكو صهيونيه ولا مغربيه الحمار يا البغيض. الحمار انت يا عندك الكلب. رجله شوف انت الكلب عندك رجله، انت يمك ما على الخاسر بالك شكون والمسخي. مغربيه ولا صهيونيه يا النو. السير الموسخ ما تقدوش علينا. طلعوا سير الحمار تاع ابوك. بالعنقود. شتي واش شوف هو شوف واش بيني وبينك واش الاخلاق ديالنا حنا بحالهم هما؟ لا اسمع عندي انت هما شوف هم انت هم هما اسمعني، انت غادي تقدر تعاير واحد وتبقى تسب فيه وتسب ليه والديه. اش داروا لك والديه؟ واش بينك وبينه راه هذا هو المشكل، راه فرق صمت ليا. كبير بينه وبينهم. شوف حنا واحد العقليه في شي اشكال. حنا ما نقارنوش بهذا الحيوان، العقليه ديالنا مع هاد الحيوانات هادو انا كنسميهم الله يرحم حيوانات. هادو ما كيخليوك حتى تهضر. الهضره ما كينظموش حتى هضرتهم، ما كيحترموش الانسان، ما كيكبروش بالانسان. هما ما كرهوش يبقاو يهضروا غير هما. ولكن خصك تعرف واحد اسمح لي الحاجه. الاخ. يا اخي اسمح لي قطعتك الهضره. اسمح لي مرحبا خويا الهضره الريفي. اللي كتقولوا نتوما غير اسمح لي الله يرحم والديك. شفت هذه الهضره اللي كتقولوا نتوما هذه منطقه الناس ديال احنا نخلق، ولكن نشوف واش هما قتلوا الناس في السعيديه وحنا جبناه في المهرجان يغني لنا. ايوا صاحبي نتوما عاود شكون شويه رجال الله عبد يرحم الكريم والديك. السي عبد الكريم تصنت ليا. وانت هاد الناس هادو اللي قتلوا يعني واش كتعرفهم؟ ها واش كتعرف هذاك الدري اللي قتلوا عنده 21 عام؟ ولد العروي نعرف من عائله واحد السيد من الطيب حدا العروي. هو راه هو كان يلعب الكره. وانا راه كنعرفو بحال معروف دير. شوف انا راه ومزيان كاع من العائله. ايوا واسمع نقول لك هاد الهضره اللي كتقول انت يا سي عبد الكريم الريفي، ماشي هما جابوا لي جا هو راسو باش يضحكنا. حنا اللي جبناه له الوزير ولا الرئيس ديال الثقافه هو اللي جابو. اما هو لو كان ما بغاش يجيبو راه ما غايجيبوش. حنا ماشي الغلط فيه، حنا ماشي الله يرحم الوالدين الغلط فيهم. ماشي حنا راه خصنا نكونوا متحدين. ولكن يا خويا اسمح لي، هاد الناس اللي جابوه، هاد الناس اللي دخلوا المهرجان واش ما عندهمش ضمير باللي وصحاب السعيديه هم عندهم كل عام يقتلوا واحد في السعيديه. راه عندهم هذا السيد ما كانش 2 سيمانات من اللي مات وندخل انا يضحكني على هذا السيكتور يضحك عليهم، وراه جاي لطنجه نهار 11. ما فهمتش انا واش عندهم الدم ديال وحنا ما متحدينش. واش هذا المغرب هذا هو المشكل اللي عندنا فيه. لا خالي لا ماشي ما عندناش الكرامه. لا دوك انت ولا انت ما تعرفني ولا ما نعرفك، ولكن كنتبعوا المسائل كيفاش كيديروا معنا الجزائريين خصنا نردوا لهم كما كيديروا لنا هما. ماشي نقولوا حنا ظريفين حنا مزيانين وراهم مزيانين. حنا دابا قباح ما مزيانينش. حنا ما قباح ما مزيانينش. السلام عليكم. خويا اسمحوا لي الله الله يرحم بها الوالدين غندخل واحد الله يخليكم. اسمحوا لي هذاك اللي قال لك الزرايه، اسمحوا لي الله يحفظك. عندنا حتى حنا واللي هذاك اللي قال لك الزرايه اللي يجي عندنا الكازا وهزه في هزه في تقليه ولا هزه في شيشان وتشوف واش غيديروا ليها اخوان. ما تقولوش ليا راه يهز مو الرايه قلت لك والله ما يعقلوا عليها عندنا في كازا. الاخوان السلام عليكم. ماشي في مناطق كامله. عليكم السلام خويا العزيز. ماشي في كازا كامله. دقيقه اسمع رجع لي داك الجزائري انا كنمشي للعاصمه والله العظيم كنمشي للجزائر. رجعوا لي نهضر معاه. كاع بغيتو انا بغيتو نقول يا خويا جا شي مشى لاله الرحمن الا دوز واحد العامين في الجزائر الا الكرسون ديالو والله لا ردو والله لا ردو. داك الجزائري غنعطيه معلومات على ولادو كاع ما كيعرفهم هو. بلاتي دوها واحد خويا راه حنا وانتم انتظرتي معاه بالادب. قول يا خويا جا الشيشان ولا التقليه ولا الهراويين ولا شي قنت وهز داك الدرابو ديالك بالرب العظيم نبش ما يبقاش فيه. نبش هادي شنو هي نبش طريف ما يبقاش فيه. انا نقول لك انا ما خليني من شتي لو كان انا دابا هو بعيد عليا. لو كان انا حدايا داك الجزائري الا كان كيسمعنا مزيان ما يكذبش علينا. واش يهز في كازا واش يهز داك الدرابو ديالك في كازا ويجي يهزو. شوف يجي يهز الدرابو ديالو والله ما يأذي شي واحد. حنا المغاربه معروفين
والله يا خويا قلت لك لا بقى فيه نبش والله لا بقى فيه. الا جاب العياق ما الا جا ولد قلت لك احنا في زوينين. شوف المدينه سعيد شوف عاود كاليفورنيا، عاود روس نوار، عاود شي منطقه اللي راقيه، وقول لي جي هزو في التقاليه ولا في شيشان، وقول لي هز هذاك الدرابو ديالك وبدا تشالي به. لا واش غيديروا لك؟ سعيد بلاتي راه دابا المشكل راه غادي يجي، هو قال لك غادي يجي يهز الدرابو ديالو، غادي يجي يهزو ما غيهضر معاه حتى واحد، ولكن الا فهمتي الا استفز الناس راه والله ما غيعقلوا عليه. وقلت لك انا غيجي لديك المنطقه حاقده بزاف على هذوك الناس، حيت انا ولد ديك المنطقه، يجي ويهز هذاك الدرابو والاخوان دقيقه غير والله هزو جيت العماله في المدينه ما غيدويوش معاه، ما يهضروش معاه، يهزو هذا ولكن يدخلوا المنطقه ديال شيشان ولا التقاليه ولا الهرويين ولا كنقول لك هاد المناطق هادو بالرب بلا رجع فيه شي نبش ما يرجعش فيه. ما غيعطلوش. نقول لك اخالي انا راه ولد كازا وعارف شنو كاين وعارفهم حاطين كاينين حتى حنا كثار منهم. والاخوان شوف والله ما عرف الجزائر شي واحد الا اللي عايش منهم هما اكثر من هذاك الدحش اللي كيعايرك. لا سعيد بلاتي نخليو العزيز يهضر. سير اخويا عزيز هضر اخويا. الاخوان السلام عليكم. والله العظيم ماشي ما يبقاش فيك الحال صاحبي. شوف حنا كنعيشوا في افريقيا ياك، حنا كاع الحمد لله ما كنحسوا باننا وحنا في افريقيا. اقسم بجلاله الرحمن اللي قصد الجزائر فيكم الا غيحس براسو في اخر قاره كاينه في افريقيا. راه عشت تما واحد العامين وواحد الحبس وعرفتش يا صاحبي واحد السجن. تنشوفوا هذا سكارفيس حبس صاحبي راه ماشي غير تكرفيس، راه معاناه شديده صاحبي. راه حنا كيعيطوا لينا الناس تما والله ما بقينا باغي نرجع لديك البلاد كاع بشكل قطعي. فين غترجع؟ وحبس دوزت كورونا. اسمع انا شدتني كورونا تما، انا في 2019 جيت في 2001. شوفوا هذا شكون معنا بعدا. السلام عليكم خويا. السلام خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير خويا. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس؟ الحمد لله. انتم بخير؟ الحمد لله الله يحفظك خويا بارك الله فيك. الحمد لله. وي خويا حبيت عندي مداخله امر. مرحبا قول المداخله ديالك. بينما انا اتجول في التيك توك ونشوف في الدي لايف قرابه 20 25 30 لايف، يعني كل لايف بخريطه. وانتم تقولوا لنا عندكم ازمه هويه، ولكن الظاهر انه العكس، انه انتم من عنده ازمه هويه. هذا هذه الاخ اسمعني خلي المغالطات. اقسم بجلاله الرحمن ما كاين جزائري فوق الجزائر ولد الجزائر. انا كنهضر معاك من الاخر. انا عشت في الجزائر عامين بلا ما تعاود تبدا المغرب. المغرب راه ضاربه في عروق الارض. اسمعني نهضر معاك. عشت السجن دوزت عامين. نقول لك فين دوزتها؟ في الجزائر في حوش المخفي في العاصمه. الا كنتي كتعرف هذه البلاصه هذه دوزت فيها عامين. وكنا كنمشيو نجيبوا الحليب ما كنلقاوش يا جدك، كنمشيو نقلبوا على الخبز ما كنلقاوش، كنمشيو نقلبوا على الكيفير ما كنلقاوش، كنمشيو نقلبوا على الحوت ما كنلقاوش. وعلاش غادي نعيشوا في هذه الارض هذه؟ عزيز خويا واخا شي طرا مع الكتيبه عندهم تما بحال وغير الخريطه ديال كارثه. شوف شعب الله عمر ليه الدار. كاينين ناس مؤدبين وكاينين ناس مزيانين في هذيك الارض، ولكن راهم كاينين تما غير الحلوفه صاحبي. فهمتي خويا؟ والناس ما عارفينش راسهم واش هما اتراك ولا فرنساويين ولا مغاربه ولا والله ما عارفين راسهم وغير كيهضروا. دابا هما داكشي اللي فيهم كيقولوه في الناس. فهمتي؟ معليش كيتفاهموا على خريطه واللي هضروا فينا وقولوا بلي عندكم ازمه هويه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نعقب على السيد سعيد ساحلي هذا، ويقول لك ويجي لكازا وكازا وكازا وكازا. انت في بلادك تدي في الكف من عند العوازه. كاينه ولا ما كاش؟ علاش يصرفقوا فيك بالكف وانت ماكش قادر تهضر؟ المغاربه حاكمين العالم. اسمعني نهضر معاك. خلي حنا راه ماشي كلشي، راه كاينين ولاد الناس، كاينين ناس ضعاف، كاينين راه تيجي بالعياقه ديالك انت والله تيحيدوا لك السروال غير بحالكم نتاوما وما كيطلعوش للمناطق الخايبه، راه كيمشيو للمناطق الزوينه لا فيل ويطلعوا تما ما كيشيطوش. واحد اخويا شي عوازه راه ناضوا لي مولى الدرب كبير هما خواو المحطه. حنا راه عندنا عوازه راه بزاف ياك. واسمع لي ناضوا لي مولى الدرب كبير خواو المحطه خواوها.
بالاذن بلا اذن المغسل. اولاد درب كبير خواو عوازه من المحطه دو يحرقوا فيهم. انت ما حضرش لهاد الشيء ياك، شعلوا فيهم العافيه. تدخل البوليس وشوف البلاد اللي يحكم هذا جيت تبون واش تقدر تحاور شي واحد فيها. الله يهديكم اصاحبي، هاد الناس ما كيعرفوا ولا اخلاق ولا اداب ولا الناس ما في شكل هاد الناس. شي عوازه عندنا دوك الخايبين ماشي الزوينين، دوك الخايبين بحالكم شعلوا فيهم ولاد درب كبير. درب كبير لا كتسمع درب واحد عندنا في كازا شعل العافيه في عوازه بانين قياطن تما في المحطه شعلوا فيهم العافيه. هادو ولاد درب كبير. درب عندنا في كازا كنقولوا ليه درب كبير شعل العافيه في عوازه. حتى اللي كتهضر على عوازه دوك الخايبين الكانيبال اللي بحالكم شعلوا فيهم العافيه وما يخويوهم المحطه. دابا فين كاينين عوازه خرجوا على كازا، واللي دخل كازا كياكل العصا. ولا واحد اللي دخل كازا كياكل العصا من عوازه. كيدخلوا الناس النقيين اللي عندهم الفيزا، المجوزين اللي بولادهم هما اللي كيدخلوا لكازا. اما دوك الكانيبال عندنا هما كيبيعوا البوفه، مشاو تبعوهم حتى مديونه. كتسمع بمديونه الدروه بالعكس حنا هاد المناطق. انا راه ولد كازا كبير هذا وخلق كازا. سعيد نشرح لك الا كاين شي مدينه اخرى الله اعلم. انا كنهضر لك على مدينتي في كازا عوازه كياكلوا العصا دوك الخايبين بحال الجزائريين تا هما ملي كانوا عندنا هنا كانوا الخايبين كيسكروا. انا حضرت لهم انا بغاو يقولبوني جوج جزائريين بغاو يبيعوا لي كورميطه بلاكيور ملي كانوا هنا ملي كانوا باقي الحداده ما حبسوهاش. بغاو يبيعوا لي كورميطه بلاكيور كيسحبوني عندي القرون دابا وفي قهوه لداخل في القهوه. دابا مهم مالهم هما ثلاثه وانا بوحدي في الطابله وبغاو عزلوني. جلسوا ثلاثه ودوروني ديك اللعبه بلاكيور. شتها انا الطن قال لي غتاخذها صحه. اسمع عاد تاخذها صحه خوك انا راه نفيسه يعني. وانا نهز هذيك الطابله حتى للسما وانا رضخت. جا البارمان وجا عباد الله مالهم قالوا يبغيو يبيعوا لي كورميطه بلاكيور ذهب. هما يجريو عليهم صدقوا واكلين العصا في قهوه. هادو الجزائريين بلاتي نشوفوا سعيد بلاتي نشوفوا فاطمه. نعم اختي فاطمه. وي خويا خلي داك الجزائري يكمل. عندي عليه تعقيب تاريخي والذاكره التاريخيه، وعندي عليه تعقيب اقتصادي وغادي يسكت. واخا سير اخويا. مين جزائري مين كتكلمينا الأخت؟ ماشي شغلك انت اللي جاي لكيس مغربي وليس لك الحق تتحدث. منين كتكلم والله من انا غنجاوبك. انا اتحدث من 12 قرن من عبق التاريخ. اتحدث من المساعدات التي كفلت لكم الحياة. اتحدث من احتياجاتكم. انا ابنة المملكة المغربية. تبارك الله عليك. أنا مقيمة في الإمارات أو قطر. لا يهمك أين أقيم، لا يهمك أين أقيم. يكفيك فخرا أنني أتحدث معك من المملكة المغربية. فادلوا بدلوك لكي أعقب على سيادتك. حينما يكون عندكم توافق في خريطة سأتكلم معك يا آنسة فاطمة. إذا فاصمت واستمع ولا تكن متطرفلا على ما ليس لك وما لا يحق لك والذي تسعى من أجله لكي تأخذه عنوة عنا. ولن يكون لكم ذلك اليوم لأنكم أتباع، والتباع لا حياة لهم ولن يكون لهم مستقبل ولا أصل لهم، وبالتالي لا تاريخ لهم. ويكفي ما تتخبطون فيه من أزمات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، ومن ليس له أصل فلا مستقبل له. يلا جاوب المكلف. الله اكبر الله اكبر. عاش الملك عاش الملك. الله الوطن الملك. سمعتي يا الكرغولي؟ سمعتي يا الكرغولي؟ سمعتي؟ خليه يجاوب خليه يجاوب. يا مرا عندنا سمعتي يا سعيد بلاتي. تقريك يا وليدي تقريك. معليش صالح انت باين فيك تسرب مدرسي في الابتدائي تقدر تسكت.
هذه اللي لعبتها فايقه خليني انا نهضر خالد معها. انا كنهضر مع هذاك، انت دابا انا كنهضر مع هذاك اللي جا قال لك يهز الرايه، وقول لي يدخل عندنا ونشوف يهز الرايه، والله تيهزوا لي رجلو والله. انت سعيد صبر بلاتي، خليه يجاوب. السعيد يلا جاوب. السعيد جاوبتك. انتم قلت لك العوازه يعطيوك بالكف في المغرب، ودابا فما بالك بلاتي يا اخي بلاتي أنا غادي نعقب عليك على كلمة عوزة، وهذا دليل على أنكم قوم لا تنتمون إلى البشرية، وليست لكم ديانة، وليس لكم تاريخ، وليس لكم عرق إنساني لكي تنعت أناس بعوزة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: وفضلنا بعضكم على بعض بالتقوى، ولا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى. وأنت تتحدث على بني جلدتك الذين هم ينتمون إلى العنصر البشري بكلمات فضفاضة، لأن مستواكم ولأن عقلكم الباطني منحصر فقط في الكلام عن شؤون الناس، لأنكم لا تستطيعون بل مرغمين ومهددين بالكلام عما يدور في بني جلدتكم وبني رقعتكم التي لم ترقى حتى إلى مستوى قبيلة. وهذا ما قاله العلماء الفرنسيين وليس نحن. وما سترونه من سواد أسود من السواد بوجود عشرية جديدة، سوف تدبحون وتقاتلون بعضكم بعضا، لأنكم مهووسون بالمغرب ومهووسون بالمملكة المغربية، وما هربت به المملكة المغربية عنكم بسنوات ضوئية تحتاجون فيها إلى تغيير نفسكم وإلى تبديل رقعتكم وإلى البحث عن انتمائكم. وآنذاك لن تروا منا إلا الويلات، وإنكم والله لأناس، ولن أقول شعبا لأنكم لم ترقوا إلى شعب، بل قبيلة شمطاء، قبيلة هيجاء، قبيلة تعيش بنظام الغاب، رغم أن الحيوانات هي التي تعيش بنظام الغاب، ورغم ذلك تحترم نظامها. أما أنتم فلا نظام لكم ولا أساس لكم، وستبقون مشتتين مغيبين، ليس لكم أب أصلي ولن تعرفوا أمهاتكم الأصليين، وسوف تبقون هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنتم مضطهدون، وأنتم متواجدون في القارة الإفريقية التي نفتخر بتواجدنا فيها، ومضطهدون من كل حدودكم، وأصبحتم مرتزقة وتأوون مرتزقة، وأنتم في الأول والآخر أصلا مرتزقة، لأن المرتزق يأوي المرتزق، وتخسرون عليهم الغالي والنفيس، وأصبحتم نكرة في العالم كله ومنبوذين. فحبذا لو تصلحون من أنفسكم، حبذا لو تعودون إلى رشدكم، لكي نستطيع أن نساعدكم ونساعد أنفسكم في العودة إلى إنسانيتكم. معليش نجاوبك نوضح لك. علاش غتجاوب؟ شحال قلت لك تجاوب؟ تدعي الإسلام والأخلاق وتدعي مصطلح العوازة هو مصطلح مغربي، وضبطه في كلامي لكي أجعلك تفهمين الحديث وتفهمين والله الكلام. لن تتحدث العربية الفصحى، لن تتحدث عوازة الجزائرية العربية الفصحى يا ابن الاستعمار، لن تتحدث العربية الفصحى يا جاهلا في دينك، لن تتحدث العربية الفصحى وأنت بين نارين، أب عثماني وأم فرنسية، أب عثماني وأم فرنسية، وليست لكم هوية، وحتى علية قومكم ليست لهم هوية. فيكفيكم أن تبقوا مخدري العقل مغيبي الهوية. والله لن تصل حتى في وساخة كلماتي إلى مستوى السلطة العثمانية. يعني صاحبي واسكت بلاتي، اسكت يا ودي اسكت. أنا ما تسكتش، أنا ما نسكتش. تعطيني كلمة تعطيني كلمة. ما دير ميوت، الله يرضي عليك، دير ميوت، دير ميوت باش نضموا الحوار. كل واحد الا انت كتهضر وهي كتهضر ما غنفهموا والو، وحنا بغينا نستافدوا.
اسكت يعني حبس. يلا خليها فاطمه يجاوب. السلام عليكم. السلام عليكم. بلاتي نشوف هذا. السلام عليكم. تا هو شكون هو؟ نعم عليكم السلام ورحمه الله. وي خويا معليش حبيت نسقسيك بالخوف وننزل. راح ننزل يا اخي. سقسي يا دوكا مي كان كلشي باغي يسقسيك. يطلع كيقول لك باغي نسقسيك. زيد. ها خليني نحكي. خلي ما يلا حكي سقسي. مين كانت هذه اخت فاطمه تحكي؟ نعم. ما درت لهاش ميوت ولا حيت شوف انا الاحترام. اسمعني ملي كانت كتحكي اصبر. ملي كانت كتحكي راه هو المشكل كيقاطعها. راه كل واحد يهضر راه نعطيوه مساحه يدوي. وهو ملي قلنا ليه جاوب ملي قلنا ليه جاوبها شد بقى شد هو في عواز صافي نسى ذاك الموضوع. جاوب على داك اخوتي. الا عندك شي حاجه قولها. اسمعني معليش خوتي. يلا انتوما خوتي والله. احنا كلنا انا ما نحبش المشاكل. نحبكم تبدلوا كاع الهضره. بدلوا كاع السوجي وخطيوكم من هذا الشكل والله. دابا هضرتي. هذا السيد هذا طلع قال لك نتوما مالكم دايرين ديك الخريطه. ودابا انا هذه الصفحه ديالي ندير فيها خريطه. ندير فيها شرويطه. ندير فيها. لا تقولني ما لم اقل. هادشي اللي قلتي انت كدور. اسمع قلتي انت كدور في اللايفات تتفقوا على خريطه واحده وانت مالك. كل واحد باغي يدير في الصفحه ديالو داك الشيء اللي بغى. شغلك. قلت لك انتم تتهموننا بازمه هويه وتقولون عنا باننا عندنا ازمه هويه. شغلك. وانا درت على 20 ما يقارب 20 او 30 لايف. كل لايف بخريطه. الظاهر انه انتم من عندكم ازمه هويه. لسنا بنا. احنا نتسناوك انت باش تثبت لنا الهويه ديالنا يا خوتي. ويليك صاحبي. اخويا واحد السد كاين في كيك كنديو ليه القادوس. كنا نديو ليه القادوس سد في كيك سد ديال الماء كيصب عندهم وكيكب عندنا. حنا جمعناه كنديو القادوس. كنديه انا من الدروه من نواصر لفيكيك. اسمع قادوس فيه 11 متر. بلاتي سعيد 40 كيلومتر. غنعاود لكم هذه القصه غتضحكوا. انا غنعطيك الوقت ما غاديش تضحكوا. يا ودي اصبر. قادوس فيه 11 متر. استنى سعيد استنى. الله يرضي عليك. الله يرحم باك. سير اخويا موح نكملوا. عطيناك قبيله. انا ما خليناكش تهضر. سير. حبيتكم تبدلوا السوجي. والله هضره خايبه. هضره ماشي زوينه. بدلوا السوجي. حكوا لنا على حاجه هكا نستفادوا منها يا خاي. ما يبقى هو يقول وتبقى الاخت تقول. راك تكبر. انا غادي نحكي لكم. غنبدلوا السوجي غنبدلوه. واسمعوا انا كنت كنشارجي القادوس 11 متر ديال الماء من نواصر. لا تسكر في اسكت. علاك تحكي هكا سعيد؟ علاك تحكي هكا؟ اسمع خليني سعيد خليه يهضر. خليه. نعم خويا والله ساعد لي يا اخي. دير لنا وجه. بدلوا كاع الحكايه. حكوا على كرة القدم ما على باليش. حكوا شويه على الاسلام. حكوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدل الهضره هذه قادوس وبلادي وبلادك وما على باليش. اسمع كندير الفيكيك قادوس. كندير الفيكيك 40 كيلومتر. كنديوها الفيكيك. كنبلاصيوها في فيكيك وما يدوزوا لينا المدافع. العسكر ديالكم دوز المدافع من حدانا. كيصاحبوا هذوك الخوازس الصواريخ. لا راه هو تما سعيد. كنتي تما انت كنتي تما والله انت بصح. الا دوزوا المدافع كنتي تما انت كيصاحبوا هذاك القادوس صواريخ نوويه غنصيفطوها لهم. ايوا هو قادوس ديال والله انت بصح الصواريخ. لا حول ولا قوه. سعيد قادوس فيه 11 متر. ابو سعيد اخويا انا راه نعذبك خويا. انت خويا. انا خويا. فاطمه هذه اختي وهذا مول لايف خويا. سمحوا لي كلنا خوت الحمد لله. شوف اللي بغينا نبغيو واللي ما بغينا ما نبغيو. بالك حكيت حكايه ماشي شي دار زوين. دار زوين بينا وصديقنا وخونا. سكارفيس اسمع نقول لك واحد. شوف بغيتو نتوما ولا كرهتو ولا بغينا حنا ولا كرهنا راه حنا جيران.
راه ما يمكنش لكم نتوما غتهزوا الجزائر وغادي تديوها للبرازيل، ولا حنا غنهزوا المغرب وغنديو لكوبا. شوف راه حنا حداكم وانتم حدانا، حنا لاصقين فيكم وانتم لاصقين فينا. علاش هاد العداوه كامله يا اخي؟ انا لا اكيد. شوف غير الخريطه، وشوف غير الخريطه، شوف غير الخريطه شنو قالت عليها. معليش نجاوبك. أنا شوف، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا مسلم ولا أكن العداء لأي مغربي مسلم. أنا شوف، أنا كنت والله العلي العظيم. خليني نجاوبك سعيد خليه يدوي، سعيد خليه يهضر. قلت لك لا أكن العداء للشعب المغربي المسلم. لو كان الشعب المغربي المسلم هو اللي راه يتحكم في زمام الامور عندكم في المغرب. وشكون اللي كيتحكم فيها؟ الطبون ديال امك يا ولد القحبه، شكون اللي كيتحكم فيها؟ لا شوف وانت شاد الهضره هذه ديال القلاوي هذه؟ صبر صاحبي صبر، خليه تيسالوا غنجاوبوها. ما تعيطش صاحبي، ما تخسرش الهضره، الله يرضي عليك. معنا السيد وبغينا الاخر كون جا قلت لك التقاليه ولا جا لشي الشان. صبر سعيد، صبر سعيد، خليكم الله يخليكم، خليوه يهضر، خليوه اولا ترى مستقيم معنا ما نديرو به، وخليوه يكمل هضرته، خليه يدوي وسميتو. ما تعايروا خليه يهضر. حنا غنجاوبوا على قد داكشي اللي بغا. زيد اخويا. شوف انا معايرتك ما سبيتك. زيد اسمح لينا اخويا. ما حنا اذا كان حاب يتناقشني، اذا كان حاب نتناقشوا شوف نتناقشوا بواقعيه وبمنطقيه. تفضل ماشي مشكل كمل الفكره ديالك وغنجاوبوا. انا ما نسبش، انا لانه لا، من طبيعتي ما نسبش لانه لا. انا الحديث خلف الشاشه هذا لا احبذه. انا فهمتك اش بغيتي تقول، دابا انت بغيتي تقول حنا الناس، يعني انت عندك مشكل مع النظام ديال اللي حاكمنا حنا، ياك؟ انا شوف، انا جاوبني انت عندك المشكل مع الدوله المغربيه، مع النظام اللي حاكم، ياك؟ ولا انت راضي عن النظام الحاكم؟ الحمد لله انا راضي على النظام الحاكم. راضي على الصواريخ اللي قاعده تنطلق من الموانئ المغربيه لغزه؟ الله يهديك اصاحبي. شوف اسمعني اسمعني نقول لك واحد القضيه. واش انت في راسك باللي المغرب كيصيفط 3 طائرات ديال المساعدات لغزه كل اسبوع 180 طن الصواريخ عندهم؟ اشنو اسكت سعيد الله يرحم بك، اسكت. شوف المغرب كيصيفط 180 طن ديال المواد الغذائيه والادويه والافرشه والاغطيه والحليب الاطفال غزه. اشنو صيفط النظام عندك انت؟ بلاتي خويا مغربي قول له ما هو مصدرك. صبر فاطمه جاوبني. اشنو صيفط النظام عندكم انتم؟ غنجاوبك الاخ الكريم. يلا. الاجابه تاعي راح تتلخص في واحد المثل اللي عندنا هنا في الجزائر، نقولوا يقتل المقتل ويمشي في جنازته. انك تبعث 180 طن وشني شاحنه 180 طن في بالك شاحنه. وترى 180 طن راه ما تبقاش الشيلاجاتك انت، راه ما تبقاش تشد طوابير على الحليب وما غتبقاش تشد طوابير. الله يهديك اصاحبي 180 طن تسهلتي، راه 180,000 كيلو يا راجل. يا الله يهديك اصاحبي. المساعدات اللي تحكي عليها المساعدات اللي تحكي عليها احنا انت وسمحوا لك دوله الكيان الازرق بادخال المساعدات. نحن الحرب قائمه والمساعدات تدخل. جمعيه البركه اثناء الحرب تدخل المساعدات. منين كتدخل؟ من اين؟ لا منين كتدخلها؟ منين؟ لا شوف، واش كتحلم اصاحبي؟ انت كتقول شي حوايج ما كايناش اصاحبي. الله يهديك. جمعيه البركه راه صنفتها. نعطيك الدليل. دوله كبابيه وراه تصنفت جمعيه كبابيه. جمعيه البركه الجزائريه ممنوع عليها تصيفط المساعدات.
هذا هو الاجابه تاعك، قولها لصديقك لانك جاوبته. مادام تتبعتي عمل مقطوعه مصنفه جماعه كبابيه، جماعه كبابيه. ومنين غادي تدخلها بعدا منين؟ امريكا هي التي صنفت الجمعيه البركه وتم منعها من السلطات الجزائريه، ليست من السلطات الاسرائيليه. وهل تصنيف امريكا وحي منزل؟ لو كان ما كانتش امريكا، لو كان الماكله ما تلقاش منين تجيبها. راهي صاحبه القرار في العالم صاحبي، راهي اللي كتقرر في العالم. سكافيس تحاول انسان جاهل صاحبي ما فاهم حتى حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سؤال انا مش جاهل، هذا ما ينبطحش، هذا ليس بمنبطح. سكافيس عندي سؤال ليك، ما هو مصدر معلوماتك؟ مصدر معلوماتي انا راني نجاوب في اليمين هذا اللي قال لك باللي يا اخي ما هو مصدر معلوماتك؟ جاوبني الله يرضي عليك. صنفت كل الاعلام. ما هو مصدر معلوماتك؟ صنفتها الدوله الجزائريه، هي اللي صنفتها، والدوله الجزائريه هي اللي صنفتها، ما صنفتها واحد. الدوله الجزائريه هي اللي صنفت جمعيه البركه. سكافيس هو سؤال علاش تمدون الكيان الازرق؟ لماذا ابحتم 80% من ثرواتكم الى الكيان الازرق وامريكا؟ من اين لك شوف انا اتحدث بمصدر موقوت ولا تعرف صفاتي، وان عرفت ما هو مصدرك؟ الاخت على بالك جاوبتيني على مصدرك باش نجاوبك على مصدري، انا اللي خصني نصنطقك ماشي انت. اخت شوفي، انا المعلومه عندي انا، والمعلومه زاد ذكرها اليمين. هذا يمين قال لك باللي صنفت كمنظمه كبابيه. يا اخي لماذا ابحتم 80% من ثرواتكم لامريكا والعالم الازرق؟ جاوبني ما تهربش. كيف عاودي السؤال؟ 80% من بترولكم وغازكم أبحتموه بدون مقابل لأمريكا والعالم الأزرق لكي ترضى عنكم أمريكا، وهذا من منطلق ناطق رسمي باسم الرئاسة الجمهورية كما تدعون. الأخت إن كان في قلبك خوف من أمريكا أو روسيا أو الصين، يا أخي جاوبني على السؤال لو سمحت. لماذا تتحدثون؟ جاوب على السؤال. جاوب على السؤال. جاوب على السؤال وعاد دير تعقيب. جاوب على السؤال. أنا راح لا ماشي جواب هذا، لا ماشي جواب هذا، جاوب على السؤال. خليني نجاوبك. يلا واخ سير. انت قلت صانعة القرار في العالم، والاخت قاعده تتبجح وتقول لك باللي انتم بعتم ثرواتكم. بعناها بمقابل نبيع البترول بالدولار. ما بعتوهاش بالمقابل، عطيتوها. انا نعطيك التحليل، نعطيك التحليل الجارح نعطيه لك، واسمعني بلا ما تقاطعني. خليني نكمل. اسمع بلا ما تقاطعني، اسمع وتعلم اصول الحديث وتعلم اصول المعلومه على حقيقتها، ولا تخجل منها لكون دولتك ضعيفه جدا وتبيح كل شيء حتى لو كان مواطنها. ساسمع لك بشرط. خليني نكمل لك. لأنه قريبة في الأشهر قريبة جدا. بشرط تكلمي وأرجو إجابة منك بدون استحمار واستغباء لعقولنا وعقول المشاهدين. لا هي غتعطيك مصادر، هي غتعطيك الجواب وغتعطيك المصدر. سير أعطيك الجواب. سير فاطمة. قريبا جدا شهر 11 أو شهر 10 يعني أكتوبر أو نوفمبر سيطوى نهائيا من الصحراء والحمد لله، ولن أتحدث فيه لأن ليس لكم فيه ما تقولون وليس من حقكم. هذا واحد. جوج، عندما علمت الجزائر بأن الملف سيطوى، أو عندما علمت نظام العسكر لديكم أن الموضوع سيطوى وأن أمريكا فصلت فيه وأنها تحدثت مع فرنسا وأعطتها الضوء الأخضر لكي تبدأ في نشر الأوراق حول الصحراء الشرقية وبأن تأخذ زمام الأمور مع الجزائر، وهذا ما أتى من خلال سحب الفيزا على السلك الدبلوماسي، وكل من له جواز سفر دبلوماسي جزائري
أن تسحب منه الفيزا. هذا أول رد. ثاني رد هو أن عندما استشعرت الجزائر بخطورة الموقف وأنه لم يعد لها حتى حفظ ماء وجهها، أباحت ثرواتها المتبقية لأمريكا والعالم الأزرق، وأنها ولا زالت تبيح أنها تصدر إلى العالم الأزرق ببواخر في وسط عرض المحيط ووسط عرض البحر، من خلال تخرج إلى المحيط الذين تبحثون عن نافذة له منه ولن تأخذوها بحول الله في صحرائنا، وتزود التيار الأزرق، تزوده بكل البترول الذي تحتاجه، واستباحت موانئها أو ميناءها الوحيد الذي تتوفر عليه الجزائر بمساحتها الهائلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، استباحته للإمارات وهي تعوم فيه وتصول وتجول فيه. فبالله عليك، من الاستعمار العثماني إلى الاستعمار الفرنسي إلى الاستعمار الاقتصادي، اصمت، إلى الاستعمار الاقتصادي، إلى تجزيء الجزائر لفسيفساء كل من نهض المغرب تجعل له نقطة جمهورية هناك، وهذا سترون منه الويلات مستقبلا، إلى إباحة ثرواتكم التي المواطن الجزائري أولى بها بأنه يحتاج إليها، لأنه فقير وله مجاعة وله فقر مائي وله فقر غذائي وله فقر اجتماعي وله فقر فكري وله فقر حتى في سكناه. وبالتالي أبحتم البلاد فقط نكاية في المغرب، فقط لأن جيرانكم في الحدود كلهم نبذوكم، فقط لأنكم تريدون أن تستعيدوا الصحراء ولن تستعيدوها، وما كانت لكم يوما أبدا. فنحن في بلادنا نصل ونجوء كما نشاء، وأن بؤرة كل زاوية المرتزقة أصبحت علقما في حنجرتكم، وتودون الآن أن تمحوهم من الأرض، لأن سيردون لكم الصعصيعان، وهم الاستعمار الجديد إن شاء الله نحو العاصمة التي هي الجزائر. خالتي فاطمه، شكرا سأجيبك. اصبر شوي، اصبر نعطيها مداخله بالك تنفع. المقاتل انا من الصحراء السلام عليكم. السلام عليكم المقاتل السلام عليكم. السلام عليكم. ها بلاتي، ادب الانسان ملي كيدخل عند واحد الجماعه كيقول السلام عليكم، بعدا هي الاولى، ويتسنى الدور ديالو في الحوار يجاوب. سير المقاتل. السلام عليكم يا هاكاك. السلام عليكم. السلام. المهم شوف خالتي فاطمه، هذه الهضره نتاعها ما نسمع فيها بيان، فاهم بالك، فمها طايح ولا حاجه، ولكن انا من الصحراء الغربيه وراني حاب نوصل لك ميساج. الميساج علاش ما تمشيش توصلوا الطبقون ديال امك؟ علاش؟ اسكت المغاربه. انا اللي نهضر معاك راني مقاتل، وكاين باش انت مقاتل تاعكم يفهموا بلي انتم شمايت، انتم رجال تاع المواقف. انت لا اكبر شمات، اختك مازال دير في المحكم في جمهوريه القياطن والعجاج. سقسي خوتك، واش اختك مازال كدير في المحكم ولا لا؟ اليمين يا اخي صاحبي، ما كنبغيوش حنا اللي طاول علينا ولا نهبطوا صاحبي، كاع حنا نقدروا نديروا هذا الشيء هذا. شوف كاع هو يتكلم، ما تعايروش، اعطيه اعطيه الودنين، اعطيه بالقانون، ما تعايروش اصاحبي المعيار. لا احنا ما بغيناش نتعايروا يا خويا. شوف انا كنعطي يا اخي سخون. اعطيني كلمه اخي. هذاك مرتزق. نعم مرتزق، معليش، راح نجاوبك انت. كلاو الميزانيه ديال الجزائر اش دير لهم مولا اللايف. دابا الجزائر كترغب كتقول المغرب دخل المرتزقه اللي عندك ديالك اللي هما عندهم جنسيه مغربيه، والاخرين راه بداو كيحطوا السلاح ديالهم، بداو كيحطوا. نعم مولا اللايف. هضرت كان عندها وقت انه هضرت وطرحت المداخله. خليها فاطمه تهضر، خليها يهضر فاطمه. سير يلا. تتحدثين عن الفقر والعوز، وكأنه نحن من جئناكم إلى المغرب. أزيد من 300,000 مغربي يعيش في الجزائر طلبا للقمة العيش والعيش الكريم.
لسنا نحن من اتينا الى المغرب بالعمل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه صاحب اللايف يا اخي، طلع معك انسان وما سب ما سب كم معاييركم، دعه يقرر مصيره يا اخي حتى في لايف. الا بغى يقرر شوف، الا بغى يقرر المصير ديالو يمشي للامم المتحده. انا ما عنديش الامم المتحده باش يقرر عندي المصير، ما عنده باش ندفعو. انا بحال هذاك الامم المتحده. انا ما كنشوف انا هذاك ما كنحملوش، ما يطلعش عندي، ما يطلعش عندي المنصه ديالي. الامم المتحده لا تنحصر في امريكا وفرنسا كما تدعون انتم. اعتراف واعترفت لنا امريكا واعترف الامم المتحده الى ازيد من 150 دوله. يعني اعتراف امريكا الوهمي وانبطاحكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخوه مزيان؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يحفظك ويجزيك. الله يطول عمرك. الاعتراف ديال امريكا ولا ديال اسرائيل ولا ديال بريطانيا ولا ديال بلاتي خليه يكمل عفاك، خليه يكمل وعاقب عليه. بلاتي خليه يكمل، سير كمل. غنعطيك الكلمه خويا، غير بلاتي كمل. سير سكارفيس. قلت لك خليه يقرر مصيره حتى في لايف. قلت لي يروح للامم المتحده. سكارفيس شوف، اسمع خليه يقرر المصير، يمشي يقرر المصير ديالو بعيد عليا انا. واش فهمتيني؟ انا داك الشيء كاع اللي كيطلع يقول لي انا بوليزاريو، انا هذا، انا صحراء غربيه، انا يمشي في حالتي، يعطيني اتساعان. هذا يعصبني ويطلع لي الدم ويطلع لي السكر، ما كنحملهمش انا صاحبي. صافي كل شيء غادي يسمع. لا الظاهر انك خايف من القرعه. شنو؟ قلت لك الظاهر انه خايف من القرعه. شكون اللي خايف من القرعه؟ حنا اللي كنجلسوا على القرعه، حنا ما كنخافوش من القرعه. سمعتي؟ الا بغيتي انت تجلس بديتي تفرج على الاخ بداو تيخرجوا على الخط. الله يعاونك. تحياتي لكم اخوتي المغاربه. مرحبا، تحيه لكم. حفظكم الله ورعاكم. الله يحفظك. انا عندي واحد، الا كان ممكن نفتح نقاش. مرحبا. حول خونة الداخل. ايه هذا واعداء الداخل. هذا حوار زوين. هذا انا راه شوف يا اخي الفيديو بضرني في خاطري وراني لا يحوني. داك الشيء علاش خصنا نناقشوا هذه المسائل اللي هي مهمه. الوالدين هادو هما المسائل. صافي حنا المشكل ديال هاد الناس هادو. شوف انا داير واش داير حوار مغربي وكيجيو عندي ما عرفتش علاش. لي التشويش. سير كمل، سير. الموضوع اللي خصنا نناقشوه الاخوه وهو الاساس، لان دابا دولة الكواغيلا افلست في جميع الاواق. جميع الاواق اللي لعبتها مع المغرب انهزمت انهزاما شديدا. بقات ليها واقه واحده. شنو هي الواقه الوحيده؟ وهما اعداء الداخل وخونة الداخل. وغنقولهم ونتحمل المسؤوليه. ويحمان، الناوي، غالي، العدو الإحسان، النهج لا ديمقراطي المتعفن، الخونة والمنافقين اللي كاينين في المغرب، هادو أشد خطوره من أعداء الخارج. أعداء الخارج سالينا معاهم صافي، ما بقاوش قادين علينا. دابا جايه نوبه أعداء الداخل يا بلاتي. علاش قلت لك هذا الكلام؟ لان وانا مرارا وتكرارا فاش نطلعوا مع الاخوه في اللايفات، فاش بدات 7 اكتوبر ترجع لي الصوت اخويا. كيرجع لك الصوت؟ دابا مزيان. نشوف دابا مزيان. شوف من 7 اكتوبر بديت تنطلعوا في اللايفات وتناقش، تنقول لهم هادو اللي تيخرجوا في هذه المظاهرات الهدف ديالهم. ترجع لي الصوت. دير ميوت. صافي مزيان دابا. ما نعرف نشوف. دابا مزيان. الهدف ديالهم باش ما نطولش على الاخوه. الا وقيلا انت اللي فاتح عليها ترجع الصوت. انا اللي عندي المشكل.
وقيله الاخ ياسين خويا فتحتي واحد النقاش زوين، وواحد الموضوع الصراحه قليل اللي تيناقشوا. هادو اللي ذكرتي كاملين متفق معاك جمله وتفصيلا، وأنا كذلك أساندك وأتحمل المسؤولية معك. هذه احسن ما كاين. لان الا شفتي البارح راه كاين واحد الفيديو ديال سميتو مع ديال الحسينيه ديال الشيعه، ما عقلتش شكون هو، راه كان البارح معاهم وحمال واقيلا ولا شي واحد بحال هكا، راه كان معاهم البارح. هذوك اخطر ما يكون، حيت حاليا اللي كانوا تيساندوا ايران راك شتيهم، اللي تيقول لك انهم كانوا تيساندوا سوريا راك شتوهم. غزه راه هي واخدين قضيه فلسطينيه غير كونكوا تيركبوا على ديك الموجه، صح. اما باش نهضروا على المسائل الداخليه ديالنا، هو خصنا نعاودوا نضيف ديال البيت الداخلي من هادو كاملين اللي قال الاخ ياسين. شوف اخي، هاد المظاهرات اللي كانوا تيخرجوا ادعاء بانهم تيدافعوا على غزه، انا قلتها ميران وكان تقول لهم هادوك ما تيدافعوش على غزه، هادوك عندهم اهداف على مستوى الداخل المغربي. الناس اللي متعاطفين ما عارفينش الحيتيات، ولكن اللي تيسير هادوك التظاهرات واللي تيجيش هادوك الناس العدل والاحسان بالدرجه الاولى. بالله عليك عمرك شفتي اسلامي يتحالف مع شيوعي متعفن؟ عمرك شفتيها؟ اسلامي سياسي يتحالف مع شيوعي؟ هذه سابقه للتاريخ. وانتم تعلمون الصراع الاسلامي الشيوعي. علاش تحالف النهج الديمقراطي المتعفن وجماعه العدل والاحسان؟ لان الهدف واحد وهو المغرب، الهدف واحد وهي الدوله المغربيه. هذوك المظاهرات يريدون اسقاط الملكيه. نعم هذاك الشيء اللي قال له، لانهم هما الخروج ديالهم كانوا تيجيشوا الناس باسم غزه، وفاش شافوا يعني ما بحوا والو، ما وصلوش للمبتغى ديالهم، خرجوا لها طاي. ومؤخرا واحد الفيديو دابا الان منتشر، واحد الناس الديمقراطي تيقولها بصراحه، تيقولوا ما نبقاوش نقولوا اسقاط التطبيع، نقولوا حتى اسقاط المخزن. يعني هذه جرعه وقحه، هذه وقاحه. انا اللي ما بغاش يتفهم ليا سي ياسين، انا اللي ما بغاش يتفهم ليا هو هذوك الناس اللي كيتموا غاديين تابعينهم وكيصفقوا لهم. انا ما بغاش شتي، انا راه دماغي كيوقف بعض المرات. شوف واحد النهار وكتسمع واحد كيقول لك اسقاط المخزن، اسقاط، راه بزاف. انا نعطيك واحد المثال. واحد النهار في المدينه واحد تيبيع رايات، تيبيع التونيات، لقيتو معلق رايه ديال فلسطين بوحدها، معلقها كبيره، ورايه المغرب شادها ومدخلها لواحد البلاصه وحاطها فوق الشنطات، تيبيع حتى الشنطات. ولا نمشي لعنده، السلام عليكم، قلت له خويا انت معلق رايه ديال الدوله هذه، وعلى الاقل دير رايه المغربيه حداها. قال لي لا انا ماشي مغربي. قلت له لا انت مغربي وتتعامل بالعمله ديال المغرب. قال لي لا انا قلت له الا كنتي متعاطف مع فلسطين بلادك هي الاولى. عاد بديت تنشرح ليه، قلت له هاد الناس هادو، عاد شرحت له داك الشيء ديال 7 اكتوبر وبديت تنشرح ليه، عاد اقتنع. كاين واحد الفئه ما فاهمينش. هذا هو المشكل اللي كاين عندنا خويا ناس عدميين. اخ ياسين، وي خويا، اخ ياسين، حنايا دابا غادي نرجعوا لواحد النقاش نيت القضيه ديال الفلسطينيين، القضيه ديال الفلسطينيين. انا بالنسبه لي ان الدوله الفلسطينيه ملي تتولي تتساند البوليزاريو وتتحتضنها في مؤتمرات، وزعماء ديال الحركات الفلسطينيه تستقبلوا عناصر من البوليزاريو، بالنسبه لي سالا الفيلم ديال فلسطين، يعني تحملوا مسؤوليتهم من راسهم.
عزيز غالي خرج ليها طايطاي على ما شفتيش النهار كان قال لهم انا مع سميتو مع تقرير المصير. يعني عزيز غالي صافي خرج ليها طايطاي. هو عزيز غالي شنو باغي تعترض والتراويح من تا هو راه قالها ويحمان تيدير دابا ويحمان عنده شتي نهار لا داك لا ماشي ويحمان عزيز هذاك الاخر الهناوي اليوم انا مع الشيعه ومع هذا ومع هذا سميتو ويحمان راه البارح كان جالس مع الحسينيات ديال الشيعه. ويحمان الهدف ديالو هو تخريب المغرب اصاحبي. ويحمان علاش قلت لك انا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه ما بقاتش تتهمني نهار اللي ولاو انهم تيساندوا البوليزاريو ما بقاش تهمني انا القضيه الفلسطينيه. صاحبي اسمع لي بلاتي ياسين بلاتي اختي فاطمه فيدينا في هذا الموضوع الله يرضي عليك ترى عندك شويه المعلومات. واخا مرحبا. شوف انا غادي غير نطمئن الاخ ديالي اللي طلع كيهضر فعلا على اعداء الداخل. شوف هما باينين. خصك تحط التساؤل الاتي: علاش صابرين عليهم؟ علاش الدوله العميقه ديالنا بمؤسساتها الجباره الجميله المتوازنه مخلياهم كالكراكيز قدامها؟ لانهم ما حدهم هما تينبحوا، ما حدهم هما تيعبروا، ما حدهم هما تيديروا التشكيل والرقعه كتبان ديالتهم وتيبان، لان مازال ما بان الاستنباط ديالهم الحقيقي والاشخاص الحقيقيين. هادو راهم غير كراكيز. باش نقول لك هادو اللي كتشاف ويحمان و هادو راهم غير كراكيز. الوغ كاين جوج المستنتجات انا استنتجهم. بما ان قضيه البوليزاريو صافي اقفلت وباعتراف ونزلوا الاسلحه، راه بداو كينزلوا الاسلحه ديالهم باستثناء هادوك اللي جايين من دول اخرى وكيقول لك علاش غنزلوا الاسلحه ديالنا راهم في عصيان وغيدخلوا فيما لا تحمد عقباه مع الكيان العالم الاخر. الوغ دابا غادي ينشطوا هاد اعداء الداخل باش يعاودوا يخلقوا فصيل، يا اما يخلقوا فصيل مثل فصيل المرتزقه، يا اما غادي يبغيو يحييوا المرتزقه. وفي كلا الحالتين الدوله ديالنا والامن ديالنا والجهاز ديالنا لهم بالمرصاد وراهم باينين وما تخافش. راه اينما حلوا وارتحلوا غادي ياكلوا العصا. نقول لك علاش؟ لان المغرب مشى في واحد الدبلوماسيه المتوازيه ودبلوماسيه مبنيه على المصلحه وفي نفس الوقت مبنيه على الثقه الكامله والمتكامله اللي اسوها ملوكنا العظام من عهد محمد الخامس الى عهد محمد السادس، وهي غاديه بواحد الوتيره تصاعديه وغاخليهم تيغنيو وغاخليهم تيشطحوا. هما ماشي الولا، هما ماشي الاخرين. المغرب فات في واحد الحقبه تاريخيه خايبه بزاف، فيها بان النهج الديمقراطي، فيها بان داك العصيان اللي مشاو داروا الفصيل ديالهم البوليزاريو ها وماشي شحال من سنه وباقيين قابعين في الخيام، وواحد الرقعه اللي ماشي رقعه اللي تابعه للجزائر وبزاف، وغادي يبانوا على حقيقتهم من اولهم الى اخرهم، وغيبانوا التحالفات ديالهم بدات كتبان البوادر ديالها. وانذاك سوف يقع هذا استئصالهم من الجذر ويكونون عبرة لما يعتبر، وبالتالي سوف ينتظر الامن ديالنا وترفع له القبعه التوقيت المناسب. لماذا؟ لان الظرفيه فيها واحد الحساسيه كبيره ودخلت فيها مجموعه العوامل. هناك حقوق الانسان، هناك حقوق الراي، هناك فالظرفيه اللي غنختاروا فيها اللي غيختار فيها الجهاز ديالنا استئصال الجرثومه واستئصال الميكروب، ولكن كله لان ما غنبقاوش نتسناو هذا بوحدو وهذا بوحدو. كيرجع الصوت. كيرجع اخويا الصوت. ودابا خصك انت تسد المايك. اوكي واخا انا نسد المايك. عندما يظهر اتحادهم بزعمائهم المفترضين سيتم استئصالهم وبقرار دولي، ولن يخشى فيها المغرب لومة لائم، ولن يتفوه أحد، ولن يعقب أحد، لأنهم سوف يصنفون إرهابيين وهم في هاد الطريق هذه. وغيخلي العمام ملي كتعملوا راه تعرف راسو دائما غادي الهويه، وخليهم يشطحوا ويهضروا ويديروا ويجتمعوا وكل شيء ويديروا مظاهرات. المغاربه اذكى من ذلك، المغاربه
مواطنين قحين وسوف يرون الويلات، ولكن هناك ظرفية مناسبة لاستئصالهم عندما يظهر أولهم وسافلهم في أسفل سافلين، وسوف ترون ذلك، والله سوف ترون ذلك. وأنا بكل فخر أنا ابنة عسكري. تحياتي اختي. في نفس السياق ديال الاخت فاطمه، لكن هاد الجرأة وهاد الوقاحه اللي ولاو تيتميزوا بها هؤلاء الخونه ديال الداخل، نحن نعلم علم اليقين بان الدوله ديالنا دوله قويه وعظيمه وقادره على كبح جماح هؤلاء السفله، هؤلاء الوقحين، هؤلاء الخونه. السلام عليكم المنافقين. وعليكم السلام ورحمه الله. لكن عليكم السلام علينا نحن كمغاربه، كمواطنين مغاربه محبين لملكنا ومحبين لوطننا الممتد من طنجة إلى القويرة، علينا أن نقوم بتوعية المواطنين العاديين. أي واحد تحت له الفرصة يوعي ويبين خطورة جماعة العدل ولا إحسان، يبين خطورة النهج اللاديمقراطي، يبين خطورة المهداوي، يبين خطورة عزيز غالي، يبين خطورة ويحمان، يفهم المواطنين العاديين بأن هؤلاء خونة. هذوك المظاهرات باش يشوف شي واحد دازو قدامه هذوك المظاهرات يكونوا واقفين حدا المواطن، يقول له هادو لا يمثلون الشعب المغربي، هادو باغيين تخريب المغرب، لانهم ما عندهم حتى علاقه بغزه. المغرب دار اللي عليه مؤخرا، انهم كيهضروا بسميت الشعب المغربي. مؤخرا الدوله المغربيه في شخص الملك صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله ورعاه ارسل مساعدات غذائيه وطبيه وكل ما يتطلبه المجتمع الغزي ووصلها. اش بغاو؟ قضيه تطبيع، العالم كله مطبع، ونعطيك الدليل بان العالم كله مطبع ويعترف بالدوله، والدليل على ذلك الامم المتحده. الامم المتحده الدوله او الدوله اللي انا ما خصناش نذكر الاسم ديالها في اللايف اللي راهم تيطيحوه، عندها كرسي ديالها عضوة كباقي دول العالم في هيئة الأمم المتحدة، وعلمها يرفرف إلى جانب العالم الإيراني والعالم الكونغولي. لو كانت تلك الدول تدعي بأنها ضد الدولة لانسحبت. وكذلك عضوة في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفيفا، وعضوة في الألعاب الأولمبية، وعضوة في هيئة الحقوق الإنسان، وعضوة في منظمة التغذية الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وتحضروا في المؤتمرات وتحضروا معهم الإيرانيين في المؤتمرات المحافل الدولية. هناك نفاق من طرف أولئك الذين يدعون أنهم ضد التطبيع. هذيك دولة وكل شيء تعترف بها. ونزيدكم واحد النقطة، هل تعلم بأن الجزائر الدولة الأولى التي يعني وافقت على انضمام الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة شكون هي؟ هي هاد الدولة هذه الدولة هذه هي اللي وافقت، لأن دخلت هاد الدولة دخلت الأمم المتحدة في 1948 والجزائر ما دخلت بعد 1962. لولا تصويت هذه الدولة على الجزائر لما دخلت. وهناك امتنان من طرف الجزائر لهذه الدولة، وكاين رسائل سرية ما تيبغوش يذكروا هذا الشيء. ما علينا، حنا الخونة ديال الداخل، الخونة ديال الداخل خصنا نعريوهم عن طريق هاد اللايفات في النقاش ديالكم مع المواطنين. اي واحد بين له الحقيقه باش يوعى، لان هاد الناس هادو مستعدين يشوفوا المغرب كيف حال اليمن وما عندهمش مشكل، ومستعدين يشوفوا المغرب كيف حال ليبيا وما عندهمش مشكل، لان عندهم ولاءات لايران المجوسيه، وعندهم ولاءات لهذه الدول اللي في جوارنا. نعم. لماذا كتسميهم خونه؟ علاش شنو كتسميهم؟ اول حاجه بالنسبه للجزائر، بلاتي اخويا، بلاتي اخويا، بلاتي جاوبنا اخويا علاش قال لك كتسميهم علاش ما سموش خونه؟ كتقول هاد الهضره. قول خلي مخطئين، ليسوا خونه. لا خويا، كل من يريد ان يقسم بلاده ويعيش في ارهاب فهو خائن. واذا كنت انت تميل اليهم فانت ايضا خائن. تمام، ما عنديش الحق.
الاخوه انا غادي ننزل واحد دقيقه ونرجع. كيفاش ما عندكش الحق خالد؟ خالد سير اخويا دوي قول شنو بغيتي تقول، عطينا المداخله ديالك باش نعرفوك معاه من بعدا كنهضروا. انا ريفي كنعيش في هولندا يعني ريفي مغربي بلاتي خليه يكمل اخويا ريفي مغربي لا ريفي نقطه ريفي مغربي ليس مغربي دولة شقيقة لدولة الحسيمة مدينة مغربية والناظور مدينة مغربية. لا ناظور ريفي بلاتي خليه يهضر أنت لست ريفي، أنت كغولي، أنت كغولي وتدعي بأنك ريفي. نزل الله يلعن والدين أمك، نزل الله يلعن والدين أمك. لا خليه يهضر، خليه يكمل.